مرحبا بكم في قناة زور. لهذه الوصفة أقماع التاكوس أو التورتيلا بحشو، سنرى المراحل. إذا نحتاج إلى خبز التورتيلا أو التاكوس، والحشو هنا عندي حشو الدجاج المفروم، وضعت له القليل من الجبن لكي يكون ثقيل نوعا ما. ونحتاج إلى الجبن المبشور وإلى الجبن العادي. وهنا وضعت القليل من الدقيق الأبيض والماء لنقدر أن نغلق الأقماع. هنا درت شوية فرينة مع الماء باش نبلعو لي كورني. وهذا لا فيونداشي تاع دجاج، درت لها شوية فرماج باش تتقال، وعندنا الفرماج وعندنا فروماج غابي. إذا نأخذ حب خبز التاكوس أو التورتيا ونقسمه على 4 هكذا، على 4 ثم هكذا نحصل على 4 أطراف. وممكن أن تعملوه على 2 كما تريدون، هذا اختياري. نقطعه بالمقص. إذا هكذا. إذا نأخذ القمع الأول، ونأخذ الفرينة والماء، أي الدقيق الأبيض والماء، لنقدر أن نغلق الحبة هكذا. سنبدأ هكذا كما ترون، هكذا. هنا سأعمل الخليط، العجينة هذه هكذا. العجينة لا تكون ثقيلة، يعني ماشي هكذا. ونتركه جانبا هكذا، ونمر إلى الثاني نفس الشيء. نأخذ القمع هكذا، نفس الشيء هكذا، ونضغط. إذا سأكمل الحبات ونلتقي. إذا هكذا أكملت الحبات. إذا نبدأ في الحشو هكذا. أنتم اختاروا الحشو الذي تريدونه، هذا اختياري. إذا نضعه في القمع هكذا. نأخذ القليل من الجبن هكذا، لكي نأخذ القليل من الجبن هكذا. والجبن المفروم هكذا، ونحاول أن نضغط حتى لا، ونضعه في الصينية هكذا. إذا سأكمل، نوريكم مرة أخرى. أخذ واحدة أخرى، أملأها بالحشو هكذا. حسب ونأخذ القليل من الجبن هكذا، حتى نقدر أن نلصق
نضع الجبن المبشور هكذا، الجبن المبشور هكذا، ونضعها في صينية الفرن، ونضعها في صينية الفرن هكذا. إذا سأكمل الحبات ونرى. نضع الحبات على الجهة التي فيها القطعة هذه مفتوحة حتى لا تنفتح معنا هكذا. وترون وضعت الجبن لكي لا الجبن المبشور لا يسقط. إذا هكذا، وندخلها للفرن كما ترون. ها هي الحبات معنا، وندخلها للفرن المسخن من الفوق، يعني على الشواية، نشعلوا له من الفوق باش يطيبوا هاد الحبات هكا، يطيبوا، نشعلوا له من الفوق يطيبوا الحبات. من بعد نولوا غير تما نولوا ندوروها الحبة حتى تحمر معانا. إذا هذه ندخلها للصينية ونرى النتيجة. هنا بقات لي الكفتة، هذه الكفتة درت لها رحيتها، درت لها شويه معدنوس، فلفله حمراء، فلفله كحله، البصله، الثوم بودره، والموطارد والملح والمعدنوس، وخلطتهم بالاشواط. هذه هي. غادي باغي نديرهم كفته، غادي نوريكم كيفاش غنديرها كفته. اذا هنا ساضيف المايزينا او النشا ملعقه، ونخلط جيدا. هذه لتمكنني وضع حسب الحاجه. انا درت ملعقه. نخلط جيدا. الدجاج اللي بقالي ندير حاجه اخرى. هكذا ناخذ حبات من الكويرات، باش نقلوها بالمصغار. إذا تحصلت هذه الكمية سوف نقليها في المقلاة. أضع القليل من الزبدة والزيت ونقليها نصف قليل، لا نقليها كثيرا، نقليها غير شوية باش خاطش عاود غنديرها في لاصوص. هذه أقماع الطاكوس أو الطورتيا قد طهت معنا كما ترون. ها هي. إذا نحمرها شوية، نحمرها قليلا، وهذه هي النتيجة. إذ أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك والضغط على الجرس ليصلك كل جديد. شكرا لدعمكم. إذا هذه هي الوصفة التي عملناها مع بعض. أقماع الطاكاس والتورتيا والكفتة، وضعت لها صلصة الطماطم، طهوتها وأنزلت عليها الكفتة. إذن هذه هي النتيجة معنا، وهذه الأقماع كما ترون لخبز التورتيا. إذن هذه هي النتيجة معنا كما رأيتم. هذه هي. وهذه الوصفة. أرجو أن تعجبكم الوصفة وتطبقونها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.